الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي. النهارده هنعمل وصفه كيكه سهله جدا، كيكه الشاي، كيكه الصبح، كيكه بجد خطيره. يلا نخش في المقادير. انا عندي 3 بيضات كبار، 3. لو عندك البيض صغير هنحط 2 بس. هنسيب البيض كده. طبعا البيض ده انا هعمل بالهاند بلندر. تمام. عندك خلاط يكون يا ريت، يعني خلاط، هاند بلندر، مضرب بيض، اللي عندك اشتغليه. تاني بيضة، ويكون كل مكوناتك بدرجة حرارة الغرفة. تمام، دي أهم حاجة، دي شرط من شروط نجاح الكيك. يبقى عندي جبنا الخلاط، حطينا فيه 3 بيضات كبار أو 4 صغيرين، وهنحط معلقة كبيرة من الخل الأبيض بتاعنا، وهحط كمان رشة من الفانيليا، او لو عندك فانيليا سايلة زي دي طبعا بتدي ريحة احلى بكتير، عشان دي بتبقى مركزة. وبصوا بقى، عندك لبن رايب، كوباية من اللبن الرايب، او لو ما عندكيش بقى لبن رايب هنعمل ايه؟ هنجيب زبدية، والزبدية دي هنحط عليها يعني كوباية زبادي، نفس الكوباية برضو المعيارية اللي احنا يا جماعة هنشتغل بيها. تمام، هنحط كوباية الزبادي وهنخفها بلبن حليب. هنخف كوباية الزبادي بحليب، كده هتدينا نفس النتيجة بتاعة اللبن الرايب، عشان لو ما عندكيش لبن رايب، لان هي دي هتدي نتيجة حلوة. يعني الزبادي بتخلي الكيك هش كده، وبتدي هتشوفوا النتيجة بنفسه. تمام، اهو انا عشان ما عنديش لبن رايب، كوباية من الزبادي وخففها باللبن. كده كده انا هضربها، انزل بيها كده. شايفين كل المقادير مع بعض. وايه تاني معانا؟ حطينا الزبادي، هنحط كوباية ونص من السكر. طبعا موضوع السكر ده حسب ما انت عايزه. تمام، في ناس بتحب السكر قليل، في ناس بتحب السكر اكتر، انت حر. دي نص كوباية يا جماعة، الكوباية المعيارية بتبقى 1. دي كده حطينا كوباية. وهنجيب النص اللي فاضل. زي ما قلت لكم انتوا حرين في موضوع السكر. يعني حطينا كوباية ونص من السكر، ونضرب كل ده زي ما قلت لكم، هاند بلندر، مضرب بيض، اللي عندكم اضربوا بيه او اللي بتستخدموه. انا هستخدم الهاند بلندر، وطبعا في خلاط في كل بيت، فانت لو عايزه برضو تستخدمي الخلاط حطي كل المكونات في الخلاط. تمام، هضربهم وارجع لكم. بصوا، ضربنا المقادير، دوبنا السكر تماما. هنعمل ايه دلوقتي؟ هما كوبايتين دقيق في المنخل بتاعي، وهحط اول كوبايه من الدقيق زي ما احنا شايفين، هحط عليها رشه من الملح، دي بتظبط الطعم جدا. وهبدا ان انا انخل. نخل الدقيق يا جماعه مهم برضو، بيخلي الكيك بتاعي هش معايا. وهبدا ان انا اقلب، اخفي الدقيق ده. طبعا عندك مضرب يدوي اوكي اعملي بيه، بس انا عشان متعوده عليها
كيكه سهله حلوه قوي، طعمها حلو. نسيت اقول لكم كمان انا حطيت نص كوبايه من السمنه. انتي ممكن بقى تحطي ايه، تحطي النص ده زيت، زبده على زيت. هي انتي ممكن، هي بصوا الا خف زيت على زبده بتبقى خفيفه. تمام. المنظر ده. جماعة احنا نسينا خطوة مهمة، انا ما حطيتش مادة دهنية اصلا. الحمد لله اللي انا افتكرتها وانا بكلمكم. فالمادة الدهنية دي المفروض تتحط في الخلاط. هحط نص كوباية من السمنة زي ما قلت لكم، زبدة على زيت، سمنة بس، زيت بس المتوفر عندكم. تمام. الحمد لله انا افتكرتها وانتوا معايا بتحصل. يعني المادة الدهنية بسيطة، احسن ما يكون البيض مثلا، هتبقى ايه، كيكة صيامي عادي برضه. بقلب كل ده. المنظر ده. تمام. وهحط الكوباية التانية من الدقيق. يلا بينا نحط الكوباية التانية. طبعا الفرن بتاعي شغال، وهحط على الكوباية التانية دي معلقة كبيرة من بيكنج باودر. هنبدأ ندخل برضو الكلام ده. وابدأ اقلب الدقيق. اقلب بقى بالراحة. يا حبايبي الكيكة طلعت من الفرن، ريحة فظيعة، خطيرة خطيرة خطيرة. شايفين؟ طبعا سخنة خالص. بص انا عايزة اوريكم هي طرية ازاي جدا، بس هي سخنة خالص لسه طالعة حالا. فطبعا هنسيبها تبرد براحتها. ماشي. على فكرة يا جماعة دي نص الكمية، النص التاني هوريكم انا عملت فيه ايه. ماشي. دي نص الكمية بس بتاعت الكيك. خطيرة خطيرة. اللون على فكرة هنا فاتح، انا مش عارفة، ممكن كده انتوا تشوفوها اكتر، بس هي خطيرة. شايفين؟ خلصنا الكيكة وطلعت. عايزة اوريكم هشة ازاي، وحطيت على ده صوص شوكولاتة يا جماعة. بصوا، بصوا من جوه، ولا مكتومة ولا اي حاجة، خفيفة جدا. ليش معمولة بالزبادي. حلوة قوي. كوباية شاي وخطيرة. اتمنى الوصفة دي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وتدوسوا على الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.